لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تشييع جنازة الفنان المغربي عبد القادر مطاع عن عمر ينهز 85 عاما خيم الحزن على الوسط الفني المغربي. اليوم أحد أعمدة البارزة الفنان القدير عبد القادر مطاع الذي توفي يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 عن عمر ينهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وفاة عبد القادر مطاع أيقونة المسرح المغربي. جنازته أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المغربي صاحب العمر 85 عاما. الفنان المغربي عبد القادر مطاع ولد عبد القادر مطاع في مدينة فاس عام 1940 وبدأ مسيرته الفنية من خشبة المسرح حيث لفت الأنظار بموهبته الفازة وصوته القوي الذي جعل منه أحد أبرز ممثلي جيله. ومع مرور السنوات أصبح مطاع رمز من رموز المسرح المغربي واسما لا ينسى في تاريخ الفن المغربي. انطلاقته السينمائية كانت من خلال فيلم وشمة للمخرج حميد بناني عام 1970 وهو عمل اعتبر نقطة تحول في السينما المغربية. بعدها ترك بصمة مميزة في مسلسل 55 عام 1987 حيث قدم شخصية الطاهر بالفيريات التي طالت محفورة في ذكرى الجمهور المغربي. شارك أيضا في عشرات الأعمال التلفزيونية والإذاعية التي جسد من خلالها مزاجيا من الدراما والإنسانية ليصبح نموذجا للفنان القريب من الناس والمخلص لفنه. وخلال سنواته الأخيرة ابتعد عبد القادر مطاع عن الأضواء بعد تدهور حالته الصحية وفقدانه للبصر تدريجيا إلى أن إرثه الفني ظل حاضرا في وجدان المغاربة. قد ترك وراء ألهمت أجيالا من الممثلين الشباب ونشر حساب مهرجان مراكش الدولي للفيلم عن السهران بصور الراحل وكتب: تلقينا بالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الممثل المغربي الكبير عبد القادر مطاع أحد رواد فن التشخيص في المغرب الذي ساهم في رسم معالم السينما والمسرح المغربي منذ بداياته الأولى. نتقدم بصادق التعازي لعائلته ولكل من تأثر بإرثه ولكل من تأثر به الفنان والإنسان الخالد. إنا لله وإنا إليه راجعون. بصوته العميق والصادق استطاع عبد القادر مطاع أن يجعل الجمهور يضحك ويبكي ويتأمل في أن واحدا لم يكن مجرد ممثل عادي بل تحسينيا للروح المغاربة الأصيلة وحتى صادقا للفن والناس.